في عالم مليان صراعات، كل فعل ليه تمن وكل كلمة ليها صدى ممكن تطارد صاحبها لحد النهاية. سلوان موميكا، الاسم اللي تصدر العناوين واللي قسم الناس بين مؤيد ومعارض، انتهى بنهاية اللي محدش كان يتوقعها. سلوان موميكا ما كانش مجرد لاجئ عادي، كان راجل عنده خطة وعارف انه لو عايز مكان في التاريخ لازم يعمل حاجة تخلي اسمه محفور للأبد. وفي صيف 2023 قرر يعمل اللي يخليه حديث العالم كله، حرق المصحف على العلن قدام الكاميرات تحت حماية القانون السويدي. وهنا في 1000 علامة استفهام. حرية الرأي في إهانة الأديان مباحي، لكن في حاجات تانية مفيش نص حرية الرأي دي. لكن اللي افتكر مجرد احتجاج اتحول لشرارة أشعلت الغضب في قلوب الملايين. العالم الإسلامي انفجر، الاحتجاجات وصلت لعواصم العالم وحتى السويد نفسها لقيت نفسها في وسط أزمة دولية. لكن موميكا كان مبسوط، كان شايف نفسه بطل وطلع وقال أنا مش ندمان، أنا فخور. دي كانت كلماته الأخيرة قبل ما يواجه مصيره المحتوم. وفي ليلته الأخيرة هنعرف التفاصيل في اللي جاي. كان يوم عادي بالنسبة لي هو أو ده اللي افتكره، في شقة في منطقة هوفا في السويد. قفل بابه، قاعد قدام الكاميرا وبدأ بس مباشر. كان واثق من نفسه، كان فاكر ان اللي عمله مفيش تمن هيدفعه مقابل فعله. لكن في لحظة اتغير كل شيء، وفي لحظة الناس سمعت دوي طلقات نارية. اللحظات اللي بعدها كانت ضبابية، لكن الكاميرا شافت كل حاجة. موميكا وقع على الأرض، الدم انتشر حواليه والبث المباشر استمر. لحظة موته كانت لحظة مشهودة للعالم كله. الشرطة وصلت متأخر والإسعاف حاولت تنقذه، لكن خلاص الصفحة الأخيرة في حياته اتكتبت بدمه. الخبر انتشر كالنار في الهشيم وكل طرف شافه من زاويته. الإعلام الغربي قال جريمة ضد حرية التعبير، بينما العالم الإسلامي شافه عدل رباني. التعليقات على السوشيال ميديا كانت واضحة، من حرق كتاب الله احترق بنفسه. لكن السؤال اللي محدش عنده إجابته، هل كان مجرد حادث ولا رسالة مكتوبة بالرصاص؟ سواء كنت شايفه بطل أو مجرم، الحقيقة الوحيدة أنه موميكا انتهي. نهايته كانت أسرع مما تتوقع، والنار اللي أشعله ابتلعته في النهاية. هل فعلا كل فعل ليه تمن ولا دي مجرد مصادفة؟ شارك برأيك في التعليقات وخلينا نعرف وجهة نظرك. هسيب لكم رابط البث المباشر اللي اتقتل فيه في أول تعليق مثبت. سلام.